السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الهريسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو فلفل، نص فلفل حار، وده فلفل رومي بارد احمر برضو بس بيدي سكر شوية. ما بعملش الحار ده لوحديه، انا غسلاه وبقمعه كده واخرطهم بقى، ودي توم دي راس توم، وامسكهم اقطعهم. تعمليهم بقى في كبة في الخلاط حسب ما انت تفرميهم، تمسكيهم تفرميهم، تقطعيهم كده، وبعد ما تقطعيهم تفرميهم حسب الحاجة اللي عندك، سواء خلاط او كبة. همسكهم اقطعهم كلهم كده، بس انا بعملش الحار ده لوحده، اصله حامي قوي فهتبقى صعبة يعني. فالفلفل الرومي ده بيبردها شوية، بيديها روح. واللي حابب بقى الحار جامد ده، ما بحبش الحاجة الحارة قوي دي، يعني دي بتخليها روح، يعني بيخليله روح، بتهديه يعني، بتهدي الحرقان بتاعه. والفلفل ده جميل جدا، فيه نسبة سكر كده شوية. بعمل ده مع ده، ده كيلو. هبتدي اقطع الاتنين كده، انا بوريكم بس جبت من دي وجبت من دي، بوريكم ان انا همسكهم اقطعهم كلهم وبعد كده هفرمهم. بس كده انا بقول لكم هتقطعهم كلهم، وبعدين كده هنزل بطاسه فيها شويه زيت، هيسخن واروح نازله بالفلفل. ادي فرمتهم اهو. وابتدي احرك فيهم كده عشان اعرف ان هي بتقلب يعني شويه، يقعدوا يقلبوا مع بعض، ياكلوا مع بعض شويه كده. مش اول ما احط بتاع الفلفل هقلب وخلاص اروح مدلقه اطفي عليها، تتعصق بس شويه كده. بس جربوها هتعجبكم، انا بستغناش عنها، بتدي الاكل روح كده جميل. دي بقى تنفع لسمك، بتنجان، محشي، مكرونه. هي واحده، ما بفرقش بتاعت السمك عن بتاع دي، هي واحد. دي معلقتين ملح بس. الحقيقه بقى بتاعك لما تيجي تحطيها، حطي الحقيقه اللي انت عايزاها، محطولهاش اي اضافات تاني الا الملح، الملح والزيت بس. يعني في ناس بتحط لها معلقه السكر، المعلقه السكر ما تنفعش مع الحاجه الحراقه، مش هتهديها، السكر والشطه ما يتفقوش مع بعض. كده بعد ما دليتها مع البوتاجاز، هبتدي بقى اعبيها في البطرمانات، خزنيها عندك بقى في الفريزر. قبل ما تستعمليها طلعها بشويه حسب ما انت تطلع المعلقه، وخلاص تروحي مرجعه. ده توم فرمته كده، بحط التوم بعد ما بدليها من على البوتاجاز، ما بحطهاش وهو على البوتاجاز. ففرمته كده بروح مقلباه عليه، فرمته مش بدقيته، تفرميه او تكسريه كده على بتاع بالسكينه، ما يتدقش. كده بقول لكم كده خلصت، هنعبيها. دي البطرمانه غسلاها ومنشفاها كويس، ابتدي اعبي فيها بقى كده. اهم حاجه تكون ناشفه كويس. دي التخزين بتاعها، حسب ما انت عندك بقى، بطرمان بلاستيك، علبة تلاجة، حسب راحتك انت. كده عبيت البطرمان، وهنزل بقى بشوية زيت من على الوش كده. بس كده، كده انا بوريكم البطرمان اللي كده عبيته. ادي عبيت التلات بطرمانات قدامكم اهو، ده كيلو عمل 3 بطرمانات. انا بشيل بقول لكم ان انا عبيته كلهم زي بعضيهم. شوفوا لونه عامل ازاي.